إزاي موقف بسيط ممكن يتحول في لحظة لتهديد بالضرب؟ هل المشكلة في الفعل نفسه ولا في اللي جوه دماغنا واحنا بنشوف الفعل؟ أوقات المشكلة مش في اللي حصل، المشكلة بتكون في تفسيرنا للي حصل. من فترة حصل معايا موقف عادي، كنت داخلة مكان وماسكة الباب بإيدي علشان ما يقفلش. دخلت ورايا ست ومعاها أولادها، واحد ورا التاني ورا التاني، وأنا لسه واقفة وماسكة الباب. ولا شكرا ولا حتى ابتسامة امتنان كأن ده واجبي. في ناس بتتعامل مع الذوق كأنه حق مكتسب، مش حاجة تتقدر. الموقف عدى واتحط في خانة قلة الذوق وانتهى، ومفيش خناقة ومفيش صوت عالي ومفيش دراما ولا حتى ترند. لكن ليه نفس النوع ده من المواقف ممكن في مكان تاني يتحول لانفجار؟ ازاي قاعدة ممكن تتحول لتهديد؟ ليه مواقف شبه دي، زي مثلا موقف المترو والمشادة اللي حصلت بين الراجل المسن وبين البنت اللي حاطة رجل على رجل، اتحول لتهديد؟ وليه ممكن تقلب بالشكل ده؟ ايه اللي بيحصل جوه الانسان يخليه يشوف موقف عادي كأنه هجوم؟ خلوني اوضح حاجة، احنا هنا مش بنحاكم حد، احنا بنفهم السلوك علشان نعرف نتعامل معاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المميزين، وأهلا بيكم في روك نوليدج. ولو حابين المحتوى اللي بنقدمه اعملوا لايك وسبسكرايب، ويلا نبدأ. الإنذار الكاذب أول سبب، وده أخطرهم، مخك ممكن يخدعك ويحول الراحة لتهديد. تفتكروا أصدقائي المميزين، هل مخنا ممكن يقنعنا إن حاجة عادية خطر؟ الحقيقة في موقف المترو ما شافش بنت حاطة رجل على رجل، هو شاف تهديد. في علم النفس ده اسمه التهديد المتصور. المخ يدي انذار لحاجة مش مؤذية أصلا ويحسسك إنها تهديد. طيب تهديد لإيه؟ أكيد مش لجسمه ولا لسلامته، لكن لعالمه الداخلي، النظام، القيمة، أو الإحساس بالمكانة. أخطر حاجة ممكن تهز الإنسان مش إنه يتأذي، لكن إنه يحس إنه بقى بلا قيمة. المخ بيكره الفوضى، ولما يشوف حاجة جديدة ومش مفهومة بيشغل وضع الطوارئ، غضب، توتر، رغبة في السيطرة، مش علشان الفعل لكن علشان الإحساس ده، أنا ما بقيتش مهم. واللي يحس إنه اختفى بيحاول يرجع بأي طريقة. عقلية المفتش، وده السبب التاني يا أصدقائي المميزين. لما الرأي الشخصي بيتحول لقانون بيبدأ الصراع. تفتكروا هل كلنا بنفصل فعلا بين اللي مش عاجبني والغلط الحقيقي؟ الشخص هنا مش شايف حد مختلف، هو شايف غلط ولازم يتصلح، وذوقه الشخصي بقى هو القانون. وأخطر أنواع السلطة هي السلطة اللي صاحبها مقتنع إنه بيعمل الصح. الصوت العالي عنده بيساوي الهيبة، والتصحيح بيبقى بالقوة، والاعتراض بيبقى قلة أدب. فبيحصل خلط بين ده مش عاجبني وبين ده غلط ولازم أمنعه. أنا لسه هنا بظبط الدنيا، بس الحقيقة هو مش بيظبط الدنيا، هو بيحاول يظبط إحساسه هو، وساعتها التهديد بيبقى أداة سيطرة. نروح للسبب الثالث، فش الغل. الغضب لو معبرناش عنه بيتحول لقنبلة، بس مستنية هدف علشان تنفجر. ايه اللي بيحصل لما الغضب يفضل مكتوم سنين؟ بيتخزن طبقة فوق طبقة لحد ما يوصل لنقطة الانفجار. بس المفاجأة، ما بينفجرش في السبب الحقيقي، بينفجر في شخص أضعف. مش كل انفجار سببه اللحظة، في انفجارات سببها سنين تراكمات.
وده اسمه الإزاحة، تفريغ الغضب في حد ملوش ذنب. فالتهديد هنا مش رد فعل، ده تفريغ. لما المجتمع يبرره الشخص بيصدق إنه عنده حق. الخلاصة أصدقائي المميزين، اللي بنشوفه مش مجرد مواقف، احنا مش بنتعامل مع أفعال، احنا بنتعامل مع تاريخ كامل. ورا كل فعل ممكن يكون خوف، إحساس بعدم القيمة، غضب متراكم. يمكن السؤال الحقيقي مش ليه بنهدد، لكن إزاي وصلنا لمرحلة إن العنف والعدائية بقت لغتنا الأولى. وهنا انتهى موضوعنا النهاردة أصدقائي المميزين. قولولي رأيكم، هل المجتمع فعلا بيغذي عقلية المفتش؟ وهل حصل معاكم موقف بسيط كان ممكن ينفجر لولا ستر ربنا؟ وما تنسوش اللايك والاشتراك علشان تكونوا دايما جزء من مجتمع روكنوليدج المتحمس للمعرفة. واستنوني في الحلقة الجاية. مع السلامة.